بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. طبعا احنا عارفين كلنا ان كل حاجة غليت وكل حاجة بقت اسعارها مش معقولة. فنعمل ايه؟ لازم نبقى ستات بيوت شاطرين كده ومدبرين وموفرين، ونعمل كل حاجة في البيت على قد ما نقدر. يعني اي وصفة تقدري تعرفيها ان هي تتعمل في البيت نعملها في البيت. فانا قررت النهاردة اعمل ايه؟ اعمل النهاردة البسطرمة في البيت باللحمة المفرومة. بجد بجد والله العظيم اقسم بالله طلعت احلى من البسطرمة اللي بنشتريها من المحلات والسوبر ماركت. يعني بجد الوصفة طلعت تحفة وتستاهل. وفي الطعم ما بتفرقهاش خالص خالص عن البسطرمة اللي انت بتشتريها من بره، بل بالعكس انا عن نفسي شخصيا عجبتني اكتر عجبتني اكتر من البسطرمه اللي انا بشتريها من بره، وكمان اوفر وانضف واحسن بكتير، والطعم طبعا تحفه تحفه تحفه. طبعا الوصفه دي احنا عارفين ان هي عراقيه، ويسلم اللي اخترع الوصفه دي بجد، يعني بجد ربنا يبارك له. معايا هنا ربع كيلو من اللحمه المفرومه، ومعايا معلقه كبيره من الحلبه المطحونه، طبعا بطله البسطرمه، ومعلقه كبيره من البابريكا، ومعلقه كبيره من الثوم المفروم، ونص معلقه صغيره ملح، ونص معلقه صغيره كمون، ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود. طبعا احنا كلنا عارفين ان يعني اكتر حاجه بتدي نكهه للبسطرمه هو الثوم والحلبة المطحونة، لانهم بيتعجنوا مع بعض، وبيتجاب عرق اللحمة الفيليتو بيكون طبعا متنضف من الدهون، وبتتغلف بيه كده وبتتشمع وتتعلق لحد ما تتجفف. احنا النهاردة هنعملها ايه؟ هنحط كل المكونات دي على بعض ونفرمهم جامد كده مع اللحمة لحد ما يتجانسوا، يعني ايه، يختلطوا كويس كويس كويس. والخطوة دي مش هنحصل عليها غير لما ناخدهم كده، بعد ما نقلبهم تقليبة حلوة كده نفرمهم في ايه، في الكبة. وهسيب لكم كل المقادير في صندوق الوصف وتقدري تضاعفي الكمية. هبتدي اخد المقدار ده في الكبة كده على مرتين، او لو عندك الكبة اكبر من كده تقدري تاخدوهم على مرة واحدة وتفرميهم فرم ناعم ناعم، يعني ناعم كويس جدا لحد ما يبقى كده زي العجينة بالظبط، يعني ما تحسيش كده ان في فرق. هنا كده انا بعد ما فرمتهم، بس للامانه انا بعد ما فرمتهم كان اللون فاتح شويه، فزودت كده ايه نص معلقه من البابريكا. بس الصراحه ما اتدوبتش، يعني ما اتدوبتش كويس، بس هتلاقوها كده معرقه كده بالاحمر كده في الخلطه كده وانا بفردها. هنا هقسم المقدار على 3. هبتدي اجيب اكياس من بتاعه التلاجة، يعني الربع كيلو ده انا هقسمه على 3. هبتدي اجيب اكياس من بتاعه التلاجة، وهدخل المقدار اللي انا خدته كده بالمعلقه للاخر خالص، يعني هتاخديه من اول الكيس من جوه، وتفرغي الهواء تماما علشان يتفرد معاكي بسهوله وما يبقاش فيه هواء في الكيس. يعني تاخدي من جوه الكيس كده على بره زي ما انت شايفه بالطريقه دي كده. واحسن حاجه تقدري تعملي بيها هي النشابه. زي ما انت شايفه كده، النشابه هي الحاجه الوحيده اللي هتفرد معاكي ايه الموضوع ده بكل سهوله، يعني عشان ما تغلبيش نفسك وتفضلي تفردي بايدك، يعني لحد ما تفردي بطول الكيس كله، وتبقى معاكي رفيعه جدا زي شرايح اللانشون كده. يعني الرق بتاعها او السمك بتاعها زي شرايح اللانشون او شرايح البسطرمه بتشتريها من بره. تفرديها بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. الحتت الحمراء دي بس عشان البابريكا النص معلقه اللي انا حطيتها في الاخر ما اتدوبتش كويس، لان انا حطيتها بعد ما فرمتهم في الكب. زي ما انتم شايفين كده سهله جدا جدا جدا. ولو لسه ما اشتركتوش في القناه يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد مني. وما تنسوناش بقى في كومنتاتكم ولايكاتكم الحلوه. والطريقه زي ما انتم شايفين كده سهله جدا. وانا هنا يعني خلصت المقدار ما بتاخدش معاكي 5 دقايق. الموضوع كله ما بياخدش اكتر من 5 دقايق. هنا زي ما انتم شايفين كده انا عملتهم 3 اكياس، وهحطهم في الفريزر لحد ما يتجمدوا، يعني مش اقل من 5 6 ساعات كده لحد ما تبقى جامده خالص عشان تعرفي تقطعيها. او ممكن تسيبيها وتقطعيها ساعه الاستخدام، يعني ايه، ممكن ما تعمليش الخطوه اللي انا هعملها دي. هنا طبعا بعد ما اتجمدت بالشكل ده كده
هبتدي كده اقطع الكيس كده من على الوش كده. والله يا جماعة بجد يا ريت تجربوها، لان كل حاجة اسعارها بقت صعبة، فاحنا لازم يعني لازم نساعد ازواجنا ان احنا نعمل كل حاجة في البيت، وكل حاجة على قد ما نقدر. اي حاجة كنا بنشتريها وسعرها غالي جدا لازم نعملها في البيت، ايه المشكلة يعني؟ مش عيب ان احنا نعمل كل حاجتنا بنفسنا في البيت. وهنا بقى انا جبت طبق فل كده، وحطيت فيه كيس بلاستيك، قطعت كيس من اكياس التلاجة كده وحطيته، وهبتدي اقطعها بالايد زي ما انتم شايفين كده. يعني تقدري تقطعيها بايدك بشكل عشوائي، لان طبعا كلنا عارفين ان البسطرمه اصلا ما بتبقاش بشكل منتظم، يعني حتى هي شكلها ما بتبقي جايباها من السوبر ماركت ما بتبقاش شكلها منتظم. او تقطعيها بالسكينه كده مربعات كده او مستطيلات زي ما انت عايزه، بشكل عشوائي برضو مش شرط شكل منتظم. وترصيها يعني انا هنا حطيت طبق فل وحطيت عليه كيس، وهرص طبقه واحط كيس، يعني هرصها هعملها كده طبقات. طبعا تقدري زي ما انتم شايفين كده، عشان تبقى زي ما انت بتشتريها من السوبر ماركت بالظبط. طبعا تقدري تسيبيها في اكياسها كده وتقطعي منها حته بحته، يعني تيجي ساعه الاستخدام كده تقطعي على قد ما انت عايزه وخلاص، مش شرط انك انت تعملي الخطوه دي، بس هي الخطوه دي بتسهل شويه. زي ما انتم شايفين كده عملتهم على طبقين كده. اهو ده الطبق ده عملته ثلاث طبقات، يعني 3 طبقات زي ما انتم شايفين كده. تقدري بقى تستخدميها في بيتزا، تقدري تستخدميها في حواوشي اسكندراني، تقدري تستخدميها طبعا في البيض، على حسب استخدامك فيها، يعني استخدميها بقى زي ما انت عايزه. وبتشيلها في الفريزر برضو، بتغلفيها في الفريزر وبتاكلها زي ما وبتاكليها بتستخدميها في اي وقت. بس دي الفرق الوحيد بينها وبين اللي احنا بنشتريها، ان انت ما بتقدريش تاكلها نيه، يعني التانية تقدري كده تاكلها ني لانها طبعا مجففه. دي لا، دي لازم تاكليها وانت مستخدماها في حاجه. فاحنا هنجربها دلوقتي مع بعض في ايه، هنجربها في البيض. طبعا كلنا بنعشق البيض بالبسطرمه. هبتدي كده، حطيت معلقه من السمنه وهحط فيها قطع البسطرمه، وهشوحها كده تشويحتين كده لمده نص دقيقه كده ولا حاجه. زي ما انتوا شايفين كده، وهقلبها. يعني بجد وانت بتستخدميها كده وشامه ريحتها، والله ما هتفرقيها عن البسطرمه العاديه. وبالنسبه لمعلقه الحلبه، لا حطي معلقه كبيره وانت قلبك جامد، مش هتمرر ولا طعمها هيبقى ممرر ولا اي حاجه. وجربي يا ستي في ربع كيلو وشوفي النتيجه، هتبهرك جدا وهتقولي يا ريتني كنت عملت 2 كيلو. وهنا هحط البيض عادي، يعني بنعمل بيها البيض، بجد كان طعمها تحفه. انا من وقتها واحنا كل شويه كل واحد يعمل له بيض بالبسطرمه، بيض بالبسطرمه، ويقلب ريحه الشقه. و... وهنشوف مع بعض كده بجد حاجه تحفه. وهي زي ما انتم شايفين كده، مش مفيش فرق خالص بينها وبين بين البسطرمه اللي انت بتشتريها. يبقى ليه بقى نرهق ميزانيتنا ما نعمل كل حاجه في البيت، يعني بكل سهوله وبكل يسر يعني. زي ما انتوا شايفين هنا بعد ما خلصناه اهو، بيض بالبسطرمه، بجد كان طعمه تحفه. ويا ريت بقى ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لسفرة وسام، ويا رب فيديوهاتي تكون بتعجبكم. وما تنسوناش في الكومنتات الحلوه ودعواتكم الحلوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.